سبحان مغير الأحوال. بعد المطر والغيوم السحاب راح صباح الورد على الجميع. صباح الورد ابو حنين. صباح الفل يا جماعه. تعالوا بقى نوريكم اخر التطورات مع اخر الاجواء، اخر تطورات الكورنيش مع اخر اجواء المطر في مطروح قبل بدايه الصيف. وما شاء الله اللهم بارك. طبعا احنا موجودين اهو، نقلب لكم بس الايه الصوره قدموا لاهل مصر. ودي الصينيه بتاعت البوسيط عند عزه اهي. تعالوا بقى، ادي المعدات اهي واقفه اهي خلاص مستعده للرحيل. والشماسي اهي، في شماسي هناك اهي. الناس اللي كانت بتسالني شماسي عند منطقه البوسيط في حد، قلت لهم في شاطئ قبل جويل على طول اهو. طبعا هنا فاضل حاجه بسيطه قوي في الاسفلت اللي هي اخر شريحه دي اللي انتم شايفينها دي. طب تعالوا نبص المجمل للكورنيش. مجمل الكورنيش اهو ما شاء الله اللهم بارك. طبعا الشماسي اهو زي ما وريتكم اهو ما شاء الله اللهم بارك. الشماسي اهي. الناس اللي بتسأل على الشواطئ في مطروح هتفتح امتى والدنيا 1/6 بإذن الله، اللي هو يعني يوم كده بإذن الله، ويبتدوا ان هم ينزلوا على البحر يحطوا حاجاتهم كلها. طب ادي الكورنيش اهو يا جماعة. معلومة مهمة للناس اللي هتتفرج على الفيديو. ادي الكورنيش الجديد اهو. السرعة 40 يا جماعة، السرعة على الكورنيش 40. طبعا ما شاء الله زي ما يكون المطر يعني عامل حسابه ان هو ايه يجي يغسل التراب اللي حصل ساعة الايه، ساعة التطوير والدنيا اهو. ادي كشري التحرير اهو. بصوا يا جماعة، هنا بيبقى في باركينج في الاماكن دي كلها، هنوريها لكم ان شاء الله اللهم بارك. البوابات الجديدة اهي، البوابة الجديدة اهي. مسجد العوام اهو اللهم بارك. وده اللي هو اللسان الجديد اللي هو فيه الكافيه ان شاء الله اللهم بارك. ادي باركينج، الله اعلم هيبقى بفلوس ولا لا. الباركينج بالطول كده على الايه، على الكورنيش. طب تعالوا نشوف باقي الكورنيش لغايه المينا. انا هحاول ناخده لكم بسرعه عشان خاطر ما نطولش عليكم. اهم حاجه طالما حطوا سرعه 40 الله اعلم هيحطوا كاميرات ولا ايه. طبعا هنا في علامات ممنوع الوقوف الا في الاماكن المخصصه اللي معمول عليها حرف البي اللي هي ايه البارك. ما شاء الله خلاص بيستعدوا للرحيل يعني. وفي اماكن مشيوا منها خلاص خالص اللي هي عند المينا وعند حلقه السمك. يا ابو حنين ساكت ليه يا ابو حنين؟ بتفكر في ايه يا ابو حنين؟ بفكر في اللاسين. بفكر في اللاسين. وانسى كده. حاجات كتير، حاجات بسيطه قوي فاضله في التشطيبات بتاعه الكورنيش. يعني الحمد لله طبعا ما كناش متخيلين ان هم هيخلصوا الدنيا والاسفلت والاجواء دي تخلص كده في الوقت دون يعني ان شاء الله. الاسفلت فاضل فيه شريحه اسفلت واحده في المكان. تعالوا نوريكم الاماكن الباركينج بتاعت ايه. طبعا زي ما انتم شايفين ممنوع الوقوف خالص، علامه ممنوع الوقوف. منطقه فتح الله من اميز المناطق. طبعا الباركينج اهو ايوه هنا بالطول كده زي ما انتم شايفين. مش نص الشارع. مش هصور، خلينا كده. بص كل ده مكان بارك زي ما انتم شايفين، زي العربيه اللي واقفه كده بالطول دي كده، دي اماكن الباركينج. وادي العلامه بتاعه الباركينج. انا بس كنت عايز اوريكم العلامه بتاعه الباركينج. كنت عايز اوريكم علامه السرعه اللي هي علامه السرعه 40 اللي موجوده على الكورنيش. وداخلين على الشراع والدنيا ما شاء الله اللهم بارك. ايوه وده باركينج تاني. وادي فتح الله اهو والدنيا اهو. وده باركينج برضو تاني، بس برضو المفروض ده راكن غلط، المفروض يركن بالطول، بس طبعا عشان لسه الدنيا يعني ما ظبطتش اهو. ودي الصينيه اللي ابو حنين مبسوط بيها قوي، صينيه الشراع. صينية كنافة. صينيه الكنافه ما شاء الله. ادي
الصينيه اهي. بصراحه هي خدمت المكان اللي كان هنا بيضطر يمشي على طول ويرجع يلف وكده. لا الصينيه حلوه في المكان حط عليها الجميل الأكل. ده. حط عليها الاكل. اللهم بارك. عايزين نوريكم بس لغايه اخر ايه حلقه السمك، يبقى جوله كده. وادي علامه الصينيه اهي. حد عارف احنا كده فين؟ طبعا في ناس كتير عارفه يعني، بس بحب ان انا ايه اهزر يعني. ان شاء الله اللهم بارك. الدنيا دي هنا كده يعتبر انتهت خالص في التشطيب. وعندك باركن على اليمين هنا اهو. اللهم بارك. وده فيديو لاجواء اجواء النهارده في المطر واجواء الكورنيش. ان شاء الله انا مبسوط ان المطر ده جه غسل الكورنيش. ادي يا جماعه الايه الصوره 40 اهي شايفينها. ادي الصوره 40 اهي. الصوره 40 على الكورنيش. وده الله اعلم هيحطوا فيه كاميرا ولا لا، مش عارفين بصراحه يعني. تفتكر يا ابو حنين هيحطوا كاميرا؟ افتكر اكيد. ها. وفي باركن هنا اهو يا جماعه. في باركن هنا اهو. ان شاء الله عملوا كذا مكان باركنج. وده هيخدم الى حد ما في ساعه الضغط. برضه هيبقى فيه برضه زحمه ودنيا، ولكن هيخدم الى حد ما يعني. عايز اقول لكم الكورنيش نفسه من ضمن الحاجات اللي عجباني ان هو وسع قوي في الرصيف بتاعه. وده يخلي ان هو يسيع عدد اكبر من الناس وقت ضغط الصيف والدنيا. ودي طبعا الصينيه اللي كانت موجوده هنا. وأعمدة النور اهي ابتدت تركب. طبعا الأعمدة كانت من يومين ما كانتش موجودة، وكنا عاملين فيديو أبو حنين كان عامله وبيقول فين أعمدة النور. ما شاء الله زي ما يكونوا سامعينه وراحوا جم وحطوها على طول. ما شاء الله اللهم بارك. ده باركنج. وده باركنج برضه يا جماعة عند المينا وعند يعني باركنج كبير بس حلو جميل. في حاجة بقى ان اللي جاي يطلع رحلة اليخت جاي هينزل هنا في الشاطئ كده هيجي. طبعا اخر حته في الاسفلت على طول الكورنيش لسه ما اتعملتش. طبعا دي ما بتاخدش وقت يا جماعه يعني، حاجه كده مش هتاخد منكم وقت. وده حلقه السمك والمينا اهو. ما شاء الله اللهم بارك. كده يبقى احنا خدنا لكم الكورنيش من اوله الى اخره. طب الناس اللي بتسالنا على منطقه الفيروز اساسا ما حصلش فيها تطوير. ما شاء الله. طبعا عندنا هنا على مستر كراميلا بس هو بيعمل حاجه يعني. انا عايز اجيب لكم اخر الحته دي عشان اوريكم كده الدنيا فيها ايه. طبعا الكورنيش الفيروز لسه يبقى الحال على ما هو عليه، وكوبري رومل يبقى الحال على ما هو عليه في وقت الصيف. هو ولا اتكسر فيه حاجه كتطوير ولا تم تطويره في اي حاجه يعني. ما شاء الله اللهم بارك. نهاية جولتنا ونشوفكم في فيديوهاتنا الجاية. سلام يا ابو حنين. السلام عليكم.